فصل جديد نتساءل فيه عن ما هو السبب الذي دعا عمر إلى هذه الشورى الصورية. ما هو؟ لو تأملنا في الروايات التاريخية التي يرويها العدو لعرفنا بأن عمر إنما لجأ إلى تشكيل هذه الشورى الصورية إنما كان لأنه بلغه في أواخر حياته أن جماعة من الرافضة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يعتزمون أن إذا مات عمر يولى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. كانوا يسعون لإعادة الشرعية، وكانوا يقولون بصريح العبارة: إذا مات عمر فسنبايع عليا ونستبق الأحداث. لأنه شوفوا، كان هنالك جماعة: عمار بن ياسر مثلا، أبو ذر، المقداد، هؤلاء رأوا أنه كيف تم الانقلاب على الشرعية؟ باستباق الأمور. يعني استبق أبو بكر وعمر انشغال علي عليه السلام بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله، فاقتنصوا الحكم وتقمصوه. فهؤلاء أرادوا شيئا من هذا القبيل: إذا مات عمر، أنه خلص بس يموت يأتون إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يخرجونه من الدار، يجلسونه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبايعه 1 2 3 من خلص شيعته وأصحابه، ثم يضطر البقية إلى مبايعته على طريقة عليكم السلام من سبق لبق، يعني مثل ما احنا نقول من سبق لبق. هالشكل كان، هذا كان اجتهادهم ورأيهم، يعني هكذا كانوا يرون أنه ذولا ما ينفع وياهم إلا هالأسلوب، بالإقناع بأنه يأتون إلى علي عليه السلام إنه مثله كمثل الكعبة، يؤتى ولا يأتي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمة عليها أن تذهب إلى خليفتها الشرعي لكي تجلسه على كرسي الحكم أو مسند الحكم. شيء من هذا يقول هذول الظاهر ما ينفع وياه، لازم واحد يسبق الأمور ويشق الصفوف ويستعجل بالقضية. فعمر بلغه الأمر أن هؤلاء يقولون: لو مات عمر لنبايعن عليا، فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة. هم ما قالوا كفانا الله شرها. الرافضة ما قالوا، عمر بعدين قال صحيح بيعة أبي بكر كانت فلتة، ولكن ماذا؟ وقى الله شرها، وأيكم تمد إليه الأعناق مثل أبي بكر؟ منو منكم مثل أبي بكر؟ يعني هذا الوحيد اللي حق له أن تكون له بيعة فلتة. أما علي بن أبي طالب ما يجوز، غيره ما يجوز. فمن تأمر بغير مشورة من المسلمين بعد أبي بكر اضربوا عنقه. هكذا أريدك أن تكون في صورة الحدث آنذاك، لأنه هذه المحطات إخواني ما حد يركز عليها جيدا. هاي القضية اللي صارت في تلك الأجواء. ليش عمر ابتدع قضية الشورى هذه اللي ليس لها أصل في الإسلام؟ هاي الشورى الصورية ومحددة 6 أشخاص، على أي أساس ما ندري. لماذا؟ لهذا السبب: خشية أن يعود الحق إلى أصحابه، أن تعود الخلافة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فشكل هذه الشورى الصورية لدفع ذلك بأسلوب يظهره غير متحامل على علي عليه السلام. لاحظوا كيف نستطيع أن نستنتج ذلك بمطالعة الروايات التاريخية. مثلا راجعوا كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، عالمهم المعروف وثقتهم، رقم الحديث 686 بسنده عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، هو يقول رضي الله تعالى عنهما قال: بلغني أن عمر بن الخطاب أراد الخطبة يوم الجمعة، فعجلت الرواح حين صارت الشمس، سلام عليكم ورحمة الله،
فعجلت الرواح حين صارت الشمس صكة عمي. هذا تعبير عربي معروف للدلالة على شدة حر الظهيرة. يقال الشمس صارت صكة عمي. وفي تفسيره قال اللغويون يعني أو طرحوا أكثر من تفسير، أنه في عز الظهيرة في شدة الحر، خاصة في الحجاز تعلمون الشمس يعني تحرق في الظهيرة خاصة في الصيف، فكأن الإنسان يعمى من شدة الحر، فيقال ماذا صكة عمي، كأن الشمس قد صكته فأعمت عينيه. أو من الأمور التي طرحوها أيضا على ما ببالي أنه الظبي لا يكاد يرى في عز الظهيرة، فكأنه يعمى في تلك الفترة، فقالوا صكة عمي. فلما يتحدثون هكذا يقولون الآن صارت الشمس صكة عمي، أي ماذا يعني يريدون؟ أن الشمس قد تعامدت عليهم وصار الوقت هو عز الظهيرة. أيا كان، يقول ابن عباس، يقول عمر بن الخطاب أراد الخطبة يوم الجمعة فعجلت الرواح، ذهبت بسرعة، حين صارت الشمس صكة عمي، فلما سكت المؤذنون خطب فقال إني قائل مقالة لا أدري لعلها قدام أجلي، يعني ينعى نفسه، يقول هاي المقالة لعله ماذا قدام أجلي، بعد شوية أو بعد كم يوم راح أموت، فمن وعاها فليتحدث بها حيث انتهت به راحلته، وين ما يقدر يروح يوصل مع راحلتي مع دابتي فلينقل عني هذا الأمر، كأنه جايب له حكمة يعني الآغا. ومن خشي أن لا يعقلها شيئا فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. ثم قال بلغني أن الزبير، التفتوا، قال لو قد مات عمر بايعنا عليا، وإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة. فإذا عمر سبب خطبته هذه ماذا؟ أنه وصل له عن طريق الأمن والاستخبارات أنه الزبير بن العوام قال لو مات عمر بايعنا عليا فإن بيعة أبي بكر فلتة، فإحنا بنسوي فلتة جديدة نبايع فيها ماذا؟ نبايع فيها من؟ علي بن أبي طالب عليهما السلام، وبالتالي نسبق القوم. فعمر قام خطيبا لكي يرد عليه ويؤسس حكما جديدا. يقول فكذب والله، يكذب الزبير، وهذا اتهام من سيدنا لسيدنا، ماذا نفعل؟ لقد أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله مقامه، يزعم أن رسول الله أقام أبا بكر مقامه واختاره لعماد الدين على غيره، اختاره للصلاة عماد الدين على غيره على حد زعم عمر. الدعاية هكذا تكون دعاية الحكومية السلطوية. وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا الحديث الذي جاءت به عائشة وجاء به عمر وجاء به غيرهما كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأثبتنا لكم كذبه في محاضرة سابقة. فهل منكم من تمد إليه الأعناق مثله، مثل أبي بكر؟ ما حد يوصل إلى مستوى. فليكن أسمع إذا مات عمر بايعنا عليا، ليكن فإن بيعة أبي بكر فلتة، لا، أبو بكر استثناء، بيعته فلتة ولكن وقى الله شره.
هذا الحديث رقم 686 بعد بكم حديث، يعني رقم 691 من أنساب الأشراف للبلاذري. نقرأ أيضا هذا الحديث عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خطب خطبة قال فيها إن فلانا وفلانا، يعني إذن أكثر من واحد، قال لو قد مات عمر بايعنا عليا فتمت بيعته، فإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، وكذبا والله ما كانت بيعة أبي بكر فلتة. عجيب. وهو في روايات أخرى يقول نعم كانت فلتة ولكن وقى الله شرها. ولقد أقامه رسول الله مقامه واختاره لدينهم على غيره، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهل منكم أحد تقطع إليه الأعناق كما تقطع إلى أبي بكر؟ فمن بايع رجلا على غير مشورة فإنهما أهل أن يقتلا. واحد يبايع واحد بغير مشورة من المسلمين، يستبق الأحداث، كلاهما أهل لأن يقتلا. طيب أول من يحكم عليه بحكمك هذا أنت وصاحبك أبو بكر، فإنكما بغير مشورة من المسلمين استبقتما وبايع أحدكما الآخر، فأنتما أهل لأن تقتلا. ليش ما سويتوا عملية انتحارية وفكيتون؟ وإني أقسم بالله، هنا يبدأ يهدد طبعا، وإني أقسم بالله ليكفن الرجال أو ليقطعن أيديهم وأرجلهم وليصلبن في جذوع النخل. يبين عمر بعد يكشر عن أنيابه، يبين وجه القبيح من التهديد والوعيد، والتهديد بقطع الأيدي والأرجل والصلب على جذوع النخل. وبعدين يجون بعض معممين المساكين يقولون هو كله من معاوية، هو الذي بدأ أسلوب يعني الصلب على النخيل، وقتل ميثم التمار وحجر بن عدي وغيره وقطع أيديهم وأرجلهم. ومسكين عمر يطلع هنا ملاك طاهر، هو المؤسس يا أخي. أبو بكر وعمر هما من أسسا طريق الإجرام والتعذيب والإبادة الجماعية وقطع الأيدي والأرجل والصلب على جذوع النخيل. هذا واقع. ليس علينا أن يعني كأننا نعطي صورة أو هالة من الاحترام لهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ونذب كل المشاكل براس معاوية. لا، معاوية أصلا كل إجرامه لا يأتي إلى شيء أمام إجرام أبي بكر وعمر. هكذا نطق آل محمد عليهم الصلاة والسلام، هكذا قال أئمتنا. أبو بكر أول من أسس أساس الظلم والجور، عمر الثاني، عثمان الثالث. علينا أن نلتفت. هاتان روايتان من كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، لا يسع أحدا أيضا أن يشكك في صحتهما أو يعني قوتهما. من يراجع الأسناد أيضا يلاحظ ويلتفت ويعرف أنه هذا الأمر يأتي من عمر. هذا الأسلوب أسلوب عمر، أسلوب القتل وأسلوب التهديد بالقتل إلى ما هنالك. وحتى يطمئن الإخوة جميعا إلى أن هذه الروايات ثابتة، أيضا نأتي بتعليق من ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في الجزء الأول الصفحة 338، فإنه يؤكد على قوة هاتين الروايتين، فيقول: ثم وجدته في الأنساب للبلاذري بإسناد قوي من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري بالإسناد المذكور في الأصل، ولفظه قال عمر: بلغني أن الزبير قال: لو قد مات عمر بايعنا عليا. الحديث أي إلى تتمة الحديث، فهذا أصح. إذن تفهم ها هنا الموجب لعمر
أن يقدم على تشكيل هذه الشورى الصورية. إنه قد بلغته هذه المقالة، فلان وفلان قالوا لو مات عمر بايعنا عليا عليه الصلاة والسلام، بيعة أبي بكر فلتة، فلماذا نحن أيضا لا نسبق القوم ونبايع عليا ونعيد الشرعية إلى مكانها الطبيعي؟ هذا السبب الذي جعل عمر يشكل هذه الشورى الصورية لإبعاد شبح استلام علي للحكم. ما كان يريد، ولم يكن يريد كذلك أن يبين نفسه متحاملا على علي. لماذا؟ قد تسألني لماذا؟ لأنني أقول لك دام حكم الرجلين نحوا من 13 أو 13 سنة تقريبا هكذا. أبو بكر حكم 2.5 وعمر حكم 10 سنين، 10 سنين يعني 12 سنة ونصف تقريبا. هذان حكما، تغيرت كثير من الأمور. شعر الناس أحسوا بأن الحكم هذا وسياسته ومنهاجه يختلفان عن حكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، يختلف تمام الاختلاف. رسول الله كان المثل الأعلى في التسامح، في اللين، في الرفق، وعمر بالذات كان المثل الأعلى في الغلظة، في البطش، في الاستبداد، نرفزة، دائما متنرفز، دائما عبوسا قمطريرا، زين هكذا، يضرب الناس لأي سبب، يعذبهم لأي سبب، يقتلهم لأي سبب، ولكن مهيمن على الأوضاع، ما حد يقدر يتمرد عليه. ليش؟ لأنه رجل باطش. نعم أحيانا أمير المؤمنين عليه السلام يأدب، هذا أمير المؤمنين يختلف، هذا أمير المؤمنين. يعني عندنا نحن روايات أنه ذات مرة يعني عمر مع أنه في عز سلطانه أمير المؤمنين مسح به الأرض. كان ماشي عمر في طريق وسلمان كان جاي مشتكي إلى أمير المؤمنين عليه السلام إنه هذا عمر يأذينا ودائما يضغط علينا إحنا الشيعة ويسمعنا كلام مو عدل ويهددنا ويقول كذا، وإذا تصرفون هالشكل ترى أقتلكم وكذا. شايف نفسه. فشاف أمير المؤمنين عليه السلام ذات مرة في إحدى يعني طرقات المدينة، فقال له ما مقالة بلغتني عنك في شيعتي؟ فذاك هم تطاول، قال إيه لا أفعلن ولا أفعلن، مضمون الرواية هكذا. فأمير المؤمنين شاف هذا ما يتأدب، ما يمسك لسانه، فأخذ مسح به الأرض، وأنه خلي أشوف أنت يعني تمس شعرة من شيعتي، أنا أعرف شو أسوي بك. هذا أمير المؤمنين. أما الآخرين لا، كأن على رؤوسهم الطير أمامه، يخافون يهابون. ولذلك لما ولاه أبو بكر جاءوا إليه، ومن جملة من جاء طلحة ابن عم أبي بكر، وقالوا له يا أبا بكر ماذا تقول لربك غدا وقد وليت علينا فظا غليظ القلب؟ عمر طبيعته هالشكل، رجل باطش ومعقد، نفسيا معقد، ما متربي زين، تربية شوارع، ابن سفاح، فطبيعي يصير عنده نوازع شريرة كثيرة. ففي هذه الفترة التي حكم فيها أبو بكر وعمر اختلفت كثير من الأمور. الناس بدأوا يستذكرون رسول الله صلى الله عليه وآله، رحمته، رأفته، لطفه، عطفه. وكثير من الأمور أيضا تغيرت في الواقع الإسلامي، يعني شافوا النكد، شافوا البؤس، شافوا الشقاء. فالقلوب بدأت كلها تتجه نحو أمير المؤمنين علي عليه السلام، خاصة مع الدور القوي الفاعل السري لمنظمة شرطة الخميس التي شكلها أمير المؤمنين عليه السلام من خلص أصحابه ومن شيعته. هاي المنظمة طوال عهد أبي بكر وعمر ما قعدت مكتوفة اليدين، لا، تحركت على الأرض، بدأت تشيع الناس. هؤلاء الذين
يطلق عليهم في روايات أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام بالراجعين، أي الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عرفوا الحق فيما بعد. واحد مثلا افرض زيد بن أرقم مثلا وغيره، هؤلاء كلهم تشيعوا فيما بعد شوية شوية. عليكم السلام ورحمة الله. شرطة الخميس قاموا بدور جبار. هذا الدور هو كان أحد أسباب الثورة على الطاغية الثالث عثمان بن عفان، يعني توجت جهودهم بمثل هذا. فبدأ في الصف الإسلامي وفي صفوف المسلمين شيء من التململ، شيء من معرفة حق علي عليه السلام وأهل البيت. الناس بدأت تتجه نحو أهل البيت عليهم السلام، تتجه نحو الخليفة الشرعي، وتقارن تشوف يعني عمر ما يعرف أصلا يجيب على أبسط المسائل، وعلي بن أبي طالب باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، فرق شاسع. فلما يبلغه أن جماعة تقول من المسلمين لو مات عمر بايعنا عليا، هذا الأمر بالنسبة إلى عمر يكون حالة استنفار، أنه بأي وسيلة بأي سبيل لا بد أن يزيح هذا الشبح ويبعده. طيب ما يتمكن أن يؤكد على نفسه أنه متحامل على علي ويقصيه تمام الإقصاء، لا يتمكن، فلا بد أن يقوم بشيء صوري يدخل فيه عليا، ولكنه يضمن أنه سيخرج من الأمر بلا شيء، خالي اليدين صفرا، فيظهر أمام الناس أنه يعني القرار ليس بيدي، هذا قرار يعني الجماهير أو قرار الشورى، هم ما ارتضوا عليا، مو أنا الذي لم أرتضيه. شو عينا مثل القذافي. القذافي أتذكر بالتسعينيات بعد، مو الآن، أوائل التسعينيات كانت هنالك مجلة تصدرها البي بي سي هنا، كانت تردني في الكويت، يعني كنت أتابعها، اسمها مجلة المشاهد السياسي على ما أتذكر. فكانوا مسوين مقابلة مع القذافي. واحد من الأسئلة الموجهة إلى القذافي أنه متى ستستقيل أو يعني تترك السلطة للدماء الجديدة؟ أنت الآن صار لك 30 سنة تحكم، ذاك الوقت كان 30 سنة يحكم، زين، فمتى تترك السلطة للجيل الجديد أو كذا؟ فرد عليهم بهذا الجواب، يقول أصلا كيف أستقيل؟ أنا لا سلطة لدي أصلا، أنا خارج السلطة، أنا سلمت السلطة بعد الثورة، ثورة الفاتح من سبتمبر، سلمت السلطة لسلطة الشعب، سلطة الجماهير، الجماهيرية الليبية، المؤتمرات الشعبية. أنا صاحب النظرية الثالثة، لا دولة، لا ديمقراطية ولا استبدادية، نظرية ثالثة، حكم الجماهير، حكم الجماهير. فأنا خارج السلطة، الجماهير هكذا تريد، خلص. أنا لما أمثل ليبيا في المؤتمرات القمة أو في المؤتمرات الدولية مو الأمر بيدي، الجماهير هي تختار. المؤتمر الشعبي العام الليبي هو الذي اختارني أنا للتمثيل، باعتباري أنا يعني كنت قائد الثورة فقط، أنا لا سلطة لدي، أنا أصلا خارج السلطة. هكذا كان عمر يتحدث، كان بنفس هذا المنطق. عمر في كثير من الموارد يعني حقيقة يضحك على الذقون. تعال أدخلوا عليا معكم في الشورى، وفي نفس الوقت يعترف، يقول لو ولوها عليا فإنه هو الذي يسلك بهم ماذا؟ الصراط المستقيم والمحجة البيضاء، كما مر معنا بالأمس الروايات التي نقلناها. ولكنه في نفس الوقت يرتب أمر هذه الشورى بحيثية يجعلها بعيدة، يعني فرص علي بن أبي طالب فرص مستحيلة. أيام حسني مبارك عمرو موسى سئل لما لا ترشح نفسك للانتخابات بعدما حسني مبارك أبطل قضية الاستفتاء، أنه كان سابقا الرئيس المصري يولى عن طريق استفتاء،
يعني مجلس الشورى ومجلس الشعب يختارون أو يرشحون رئيسا ثم يعرض الاستفتاء على الشعب، يختار أو ما يختار في كل الأحوال لازم 99.9 يوصل. فحسني مبارك بسبب التطور قال لا، انتخابات تعددية، ولكن جعل 1000 شرط وشرط بحيث لا فرصة أبدا لأي أحد أن يصل إلا هو، شروط كثيرة تعجيزية. فسئل عمرو موسى أنه لما لا ترشح نفسك؟ قال الطريق مسدود، الطريق مسدود. الدكتاتوريين الاستبداديين الظلمة هذا أسلوبهم، يزعمون أن كل شيء ماذا متاح وحرية وديمقراطية وشورى وأهلا وسهلا، ولكن في الواقع العملي صفر. فعمر هكذا يريد أن يضحك على المغفلين على السذج أنه أنا شكلت مجلس شورى وهم يختارون أحدا فيما بينهم، ولكن الشروط التي جعلها عمر تجعل الطريق مسدودا تماما أمام الخليفة الشرعي أمير المؤمنين عليه السلام، طريق مسدود كما قال علي عليه السلام. خلي أعيد هذا الذي في تاريخ الطبري. ماذا قال علي للعباس عم النبي صلى الله عليه وآله؟ قال علي للعباس عدلت عنا، هذا في تاريخ الطبري رقم الحديث 1359 بعدما عمر شكل هذا المجلس الصوري. قال علي للعباس عدلت عنا، فقال وما علمك؟ قال قرن بي عثمان وقال كونوا مع الأكثر، فإن رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. هاي الشروط التعجيزية. فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون، فيوليها عبد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمن، فلو كان الآخران معي طلحة والزبير لم ينفعاني به، بل إني لا أرجو إلا أحدهما، مع أنه أنا لا أرجو إلا أحدهما وهو الزبير فقط. فإذا أنا في كل الأحوال لن أتولى الحكم. شروط تعجيزية. طيب لماذا دخل علي عليه السلام؟ لما قدمناه بالأمس، أراد فضحهم وإقامة الحجة عليهم وتثبيت فضائله ومناقبه وأحقيته للأجيال لكي تتناقل الأجيال ماذا قال علي في ذلك المجلس، والحمد لله كله مروي موجود في بطون الكتب وقد نقلناه قبل سنوات، من أراد فليراجع. احتجاجات طويلة من أمير المؤمنين على هؤلاء القوم. ارجعوا إلى كتاب الاحتجاج للطبرسي تجدون فصلا في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على هؤلاء. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. المهم ها هنا هو أننا أثبتنا أن هذا الرجل الظالم المتجبر لم يكن يرقب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ممن يشهد هو لهم بالرضا والرضوان والجنة، لم يكن يرقب فيهم إلا ولا ذمة. كان مستعدا لقتله. إن لم يكن هذا يدين عمر ويجعلك أنت أيها المسلم تنزه نفسك عن موالاة هذه الشخصية الإجرامية، فأي شيء إذن يجرك إلى هذا أو يدعوك إلى هذا؟ ألم يأن لك أن تؤمن بأن هذه الشخصية كما نطق أهل بيت النبي صلوات الله عليهم شخصية طاغية لا بأس. كوب ماء لو سمحتم. متى إذن تعودون إلى الحق في هذا الشأن؟ أحسنتم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
ظلم علي كثيرا صلوات الله عليه، وكان مما ظلم به هذا التشكيل الصوري لهذا المجلس البائس، المجلس الذي يشكل وعلى رؤوس أصحابه السيوف. قال إما إذا اتفقوا خلال 3 أيام فبها، ما اتفقوا ادخلوا عليهم يا معشر الأنصار اضربوا أعناقهم جميعا، 6 خلص اقتلوه. إذا اتفق بعضهم وخالف البعض فاقتلوا الأقل، الأقلية اقتلوها. اتفقوا بالتساوي 3 ب3 اقتلوا من ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف. بالله عليك هذا مجلس يمكن أن يتخذ قرارا صائبا وعليه مثل هذا الضغط تحت السيف، تهديد بقطع الرقاب، وثم يهدد الآخرين الذين قالوا إذا مات عمر بايعنا عليا، يهددهم بماذا؟ بقطع اليدين والرجلين والصلب على جذوع النخل. هذه رواياتكم يا أهل الخلاف وليست رواياتنا. هذه رواياتكم تكشف الوجه المرعب لعمر بن الخطاب، هذا الوجه المتوحش الإرهابي الإجرامي، ومع هذا تحترمون هذا الرجل وتوالونه. لم لا تعودون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ متى وجدتم أحدا من أئمة أهل البيت ظلم أحدا؟ متى وجدتم أهل البيت أجبروا أحدا على مبايعتهم؟ يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تولى الحكم وبايعه المسلمون، جماعة لم يبايعونه، سعد بن أبي وقاص لم يبايع، عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يبايع، أجبرهم على البيعة؟ كلا. جاءوا بعبد الله بن عمر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام على المنبر يبايعه الناس، فامتنع عن البيعة، فأشهر مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه سيفه، سل سيفه وقال دعني يا أمير المؤمنين آتيك برأسه الآن أضرب عنقه. مالك الأشتر رجل رافضي، ولا شك أنه يكره عبد الله لكراهيته لأبيه، وزاد فوقها ماذا؟ زاد الطين بلة ماذا؟ أنه أبى مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام. فأمير المؤمنين عليه السلام قال له لا دعه، ما سمح لمالك أن يقتل عبد الله ابن عمر لأنه أبى البيعة، قال ما دام هو لا يشغب علينا، لا يقوم بشغب، ما يسوي فتنة، لا نقاتله، ما يريد يبايع يطب مرض لا يبايع، مو مشكلة. يوم القيامة يتورط هذا الذي لم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام، يوم القيامة يتورط. أما ليش قاتل أمير المؤمنين عليه السلام عائشة؟ لأنها شغبت. لو عائشة قاعدة مكانها وما بايعت ولا أصلا أقرت بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام ما كان مسها بشيء. أما لأنها قادت جيشا شغبت فرقت بين المسلمين صارت باغية. قتال أهل البغي مذكور في القرآن الحكيم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. السلام عليكم ورحمة الله. لماذا قاتل معاوية؟ لأنه شغب تمرد. لماذا قاتل الخوارج؟ نفس الشيء. أما لم يسجل التاريخ قط أن رسول الله أو أمير المؤمنين أو الحسن السبط الأكبر عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الذين تولوا حكومة فعلية على الأرض، أجبروا أحدا على مبايعتهم أو الإقرار بحكومتهم، ولا واحد. أما في المقابل تعال وانظر إلى سيرة أبي بكر، سيرة عمر، سيرة عثمان، سيرة بني أمية، سيرة بني العباس، انظر كيف كانوا يعتبرون أكبر جريمة عندهم أن أحدا لا يبايعهم، يمتنع عن بيعته. جريمة عظمى كانت تعتبر، جريمة الخيانة العظمى. يعني تزني، تشرب الخمر، تفعل المنكرات تسامح، أما أن تمتنع عن
مبايعة السلطان فجريمة خيانة عظمى ليس لها جزاء إلا القتل والصلب والحرق. هذا هو الواقع. هذا ألا يجعل لك فارقا كبيرا؟ يعني أنت اعرض الأمر على ضميرك، على قلبك، تذهب إلى أي سيرة؟ سيرة أمير المؤمنين عليه السلام الذي لم يقتل أحدا لأنه أبى بيعته، مع أنه هو صاحب الحق، مع أنه حجة الله على خلقه، مع أنه نفس رسول الله بنص القرآن الحكيم، ولي المؤمنين بنص القرآن الحكيم. مع هذا كله أمير المؤمنين لا يجبر أحدا. تقول الزهراء عليه السلام مستشهدة بقوله تعالى: ماذا تقول؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا، لا نفعل هذا، لا نلزمكم شيئا أنتم كارهون له. هذه السيرة سيرة مثلى، سيرة نور، أم سيرة عمر الذي يقول لما بلغه أن فلانا وفلانا يقولان لو أنه مات عمر لبايعنا عليا، يقول: وإني أقسم بالله ليكفن الرجال أو ليقطعن أيديهم وأرجلهم وليصلبن في جذوع النخل. هذه سيرة تستأهل أو تستحق الاحترام، أم تلك سيرة تستحق الاحترام؟ مشكلة الأمة الإسلامية هذه، ليس هنالك مقارنات بين السيرتين هاتين معروضة أمام الملأ العام من مصادر المخالفين. لا نريد من ينظر في مصادرنا، ليس شرطا، من مصادر أهل الخلاف فقط. لو أن الآن مثلا خطباء الجمعة عندهم كانوا منصفين وعرضوا سيرة رسول الله وأهل البيت عليهم السلام في الواقعة الكذائية، وسيرة أبي بكر وعمر في الواقعة نفسها لما تكررت في عهدهم مثلا، ويعملون هاي المقارنات، يمشون بأسلوب المقارنات، سيظهر أمام جماهير المسلمين أن هذه السيرة تختلف كلية عن هذه السيرة. سيرة رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام سيرة نور، سيرة الإنسانية، سيرة الأخلاق الفضلى. أما سيرة هؤلاء فسيرة سيرة شيطانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فارق شاسع. أما المشكلة هذه الحقائق لا تعرض أمام الناس.